شالوا لقيناه تحت. شفت وجهه أنا وشعره الكيرلي. يوسف سابقني شعره كيرلي وابيض ولا شي زي كل أم لما أولادي بالصالة وقاعدين سوا منه كان يطلب مني إنه ياكل حاجات أبوها شراء قبل ما يطلع على الدوام مولته. آخر لحظات هي لما جيت أطلع أخذت غرابة يعني من البيت وبدي أطلع وأجا يجري علي طبعا قبل زي كل مرة رافع يدي بده يحضني. طلع فيه وابتسم عادي وأنا قاعدة بينهم. فجأة كل شي أسود كل شي رماد. أنا ما عدت أسمع مش قادرة أقوم. سمعت صوت ابني الكبير مسكته حضنته صرنا ندور على أخواته. لقيت إيد بنتي طالعة من تحت السجاد. صرنا ندور بالغرف ما في شغلة مسكتني من إيدي قالت لي يوسف هنا. الشباب قلت لهم يوسف هنا. طلعوا فيه قلت لهم يوسف هون. شالوا لقيناه تحت. شفت وجهه أنا. يوسف استشهد من اللحظة الأولى وراح عند ربه وجسمه اللي كان موجود. يوسف الحمد لله ما صار أشلاء ما تقطع. أنا شفته صح كان مجروح من وجهه من هون شوي بس شفت وجهه ملامحه نفس ما هي. لو غطيت هاي ما بيكون. حتى كان الجرح من الجهة اليمين. لما ودوني على المشرحة فكروني ما بعرف بس ما رضيت عشان زوجي ما يتعب ضله قوي. بس أنا عارفة إنه ابني انجرح من وجهه تشوه بس الحمد لله خلاص راحت روحه. وجهه الحلو هيضله حلو في حياتي.